السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفات يحيى وامين كوزين فاتي. اليوم غنقترح لكم هاد لي سينغا اولا لينيم بالفرماج كيجيو رائعين بواحد الجوج مكونات اللي كيخليوهم ما يطرطقوش في الطياب وما تخرجناش العماره. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو نتعرفوا على المكونات وعلى طريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله نبداو. بالنسبه للمقادير عندي هنايا الفرماج هذا مثلث، يمكن لكم تستعملوا حتى المربع. انا عملت هنايا 6 القطع والكميه كتبقى على حسب الرغبه. عندي هنايا الجبن ديال الموتزاريلا اللي ديجا عندي كنت محكوك وعاملاه في الكونجيلاتور. غادي نضيف هنايا الفرماج هذا الابيض ناتور، يعني انا عملت الفرماج اللي عندي في الدار، كذلك نتوما يمكن لكم تستعملوا اي حاجه عندكم اولا كتفضلوها. عندي هنايا الفرماج الاحمر اللي حتى هو غادي نحكو في الحكاكه. فهو صراحه الفرماج الاحمر كيعطي بنه زوينه لهاد لينيم اولا هاد لي سيكا. غادي نخلط هاد المكونات كاملين هاد لي فرماج باش ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف واحد شويه ديال الابزار، غير قريصه ديال الابزار ماشي بزاف. الملح بلاش لانه هما ديجا مالحين. عندي هنا شويه الزعتر كيتواتى بزاف مع الجبن، يمكن لكم تعملوا حتى الزعتره كتجي زوينه. وبالنسبه للمكونات اللي قلت لكم هما اللي كيخليو ما كيطرطقوش، هو صفر بيضه وواحد المعلقه ديال النشا اولا المايزينا. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين وغادي نعمر لينيم ديالي. هنايا خديت الورقه غادي نقطعها في الاول على جوج ومن بعد غادي نقطعها على 4. غتعطيني هنايا يعني جوج ديال المثلثات. غادي نحاول نحيد لها هاد الجنيبات هادو، صراحه كيجيو خايبين في لي سيغار ولا في البريوات، من الاحسن انكم تزولوهم. غادي نحيدهم وغادي ندوزو نعمرو. يمكن لكم تحتفظوا بهم، يعني نعملوهم في شي وصفه بحال هكا اولا نزينوا بهم هكا بسيطلات باش بزاف ما يدار بهم. غادي ناخذ هنايا كما قلت لكم واحد المثلث ديال الورقه، غنعمل فيه الحشوه كما كتشوفوا، وغادي نلوي عليها هكا الورقه ونحاول انني نجمعها، ولكن ما نزيرش يدي. نحاولوا نرخفوا يدينا وحنا كنزيروها. كتعرفوا بان الفرماج كيتنفخ باش ما يطرطقوش معنا في الطياب. صافي هنايا غادي نجيب واحد البلاستيك خاص بالمجمد وغادي نعملهم هكا، يعني غادي نقادهم هكا في البلاستيك ديالي وغادي نعملهم في الكونجيلاتور. فضروري فاش نبغي نقليهم يكونوا مكونجولين. بالنسبه اللي غايقولوا لي ماشي صحي، ف هادشي اللي عطا الله هو هذا يعني ما الا عملتوهم هكاك في الفران اولا ما مكونجولينش فكيطرطقوا صراحه الله. يعني ضروري خصهم يكونوا كونجولي. هنا غنوضعهم في الكونجيلاتور. هنا من بعد ما وضعتهم هنا راه خدمت بهم انا، هانتوما كما كتشوفوا يعني الكميه راها نقصات، كنت ديجا درت منهم. غادي ناخذ واحد المقلاة اللي غنوضع فيها الزيت، يعني حمام زيت ماشي يكون الزيت غير شويه، يعني يكون الزيت هكا كما كنقولوا يتغمسوا لنا شويه في الزيت. والعافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقوش ويتخطفوا لنا في الطياب. صافي وكنبقاو نحركهم كما كتشوفوا معايا. فانا غادي نحاول انني ما نقطعش الفيديو باش تشوفوا بانهم ما كيتحرقوش ما كيطرطقوش عفوا، يعني ما كتخرجش ديك العماره، كتبقى هكاك كما كتشوفوا. كنبقاو هكا كنحركوهم وصدقوني كيجيو رائعين. بالنسبه اللي يقول لي الفران صراحه كيطرطقوا في الفران، من الاحسن نعملوهم هكا مقليين كيجيو احسن. وضروري يكونوا كونجولي. ها انتم كما كتشوفوا هنايا من بعد ما وجدوا غادي نوضعهم في شي ورق نشاف هكا، ومن بعد كنقدموهم بالصحه والراحه هكا مع الشوربه اولا في رمضان. حتى في رمضان كيكونوا مطلوبين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا راه ما كرهتش نوريكم القرمشه كيفاش كيجيو مقرمشين، ولكن مالوغوزمون الوليدات والصداع ما قدرتش انني نخلي الصوت الاصلي ديال لا فيديو. شكرا اللي بقيتوا معايا حتى لهذا الجزء من الفيديو. نتلاقاكم في وصفه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء في وصفه قادمه. مع السلامه.